السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد وصفي وإحنا هنكمل إن شاء الله الكورس بتاع النوت جي اس بالعربي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الميدل وير في إكسبريس وإزاي بيتعمل وإيه لازمته، وإزاي الميدل وير ده هيساعدنا في إن إحنا نبتدي نستقبل نوع من أنواع الداتا من الكلاينت بتاعنا وهو البودي. طيب، علشان نبتدي الأول نعرف ايه هو الميدل وير، هنبتدي نحاول نعمل حاجة كده مع بعض ونشوف ازاي الميدل وير هيحلها. دلوقتي احنا في حاجة ممكن نعملها هنا اللي هي انا لو عايز اعمل لوج او اعمل console دوت لوج للريكوست URL في ال app.get بتاعي. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل console.log وبعد كده هكتب request.url. طيب، لو انا دلوقتي حبيت ان انا ازوده في بقية ال endpoints اللي عندي او في بقية الراوتس اللي عندي، فانا محتاج اخد السطر ده copy paste واحطه هنا كده في كل request او في كل راوت من الراوتس اللي عندي. وزي ما انتم شايفين الموضوع بيتكرر وبقى مش كويس خالص، لان انا كده في الاخر لو انا حبيت مثلا دلوقتي بدل ما اعمل لوج للريكوست يو ار ال، حابب ان انا مثلا اعمل ريكوست، اعمل لوج للريكوست يو ار ال واعمل مثلا ريكوست للكونسول لوج للريكوست بارامترز، او ازود حاجه كمان. فانا كده معنى كده ان انا في كل راوت من الراوتس اللي عندي هضطر ان انا اعملها كذا مرة واخد الكود بتاعي كوبي بيست. وحتى لو ما خدتوش كوبي بيست وافترضنا مثلا ان انا الحل التاني اللي انا ممكن اعمله ان انا مثلا اعمل هنا فانكشن واسميها لوج مثلا request URL، وهنا بتاخد request، وبعد كده كل اللي هي بتعمله ان هي بتعمل اللوج للريكوست URL، واخدت ده كوبي بيست وغيرت بيه بقية الكونسول لوجز اللي انا كنت حاططها تحت. فانا ممكن يحصل في حاجة وانسى ان انا احطها في واحدة من الراوتس اللي عندي، وبرضه نفس الكلام هي كده متكررة كتير متكررة كتير. فالحل اللي احنا بندور عليه والاكسبريس اداهولنا هي حاجة اسمها ميدل وير. الميدل وير فكرتها باختصار ان انا مع كل ريكوست هتجيلي وهتعدي على كل الراوتس اللي عندي، هقدر ان انا زي اعمل او اعرف فانكشن. الفانكشن دي هتتنادى قبل ما الفانكشن بتاعة الراوت تيجي. فمثلا لو انا جيت هنا وقمت عامل نعمل بقى اللوجر بتاعنا او الفانكشن اللي هتعمل اللوج بس كميدل وير. فباختصار هي بتبقى فانكشن عادية وبعد كده بتبقى مثلا هنسميها لوجر، وبتاخد 3 بارامترز، بتاخد الريكوست والريسبونس وحاجة اسمها next، وهنتكلم على ايه هي النكست. وبعد كده اقدر اعمل console.log ال URL بتاعي، وبعد كده هنا اباس ال requested URL وبعدين اكول النكست. احنا كده عرفنا الفانكشن علشان اقدر زي ما يعني عشان اقدر ان انا اربطها ب اكسبريس. فاللي انا محتاج اعمله، كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اعمل app.use اللوجر بتاعي. كده اللي هيحصل ان مع اي راوت انا معرفه هتيجي اللوجر فانكشن هتتنادى الاول، وبعد كده هقدر ان انا اعمل لوج للريكوست يو ار ال، وبعد كده النكست ده معناها ان هو بيقول كمل بقيه الحاجات. فهنا اقدر اجي ان هو هيقوم جاي مكمل وعامل كول للفانكشن اللي جوه الاب دوت جيت، ونفس الكلام هيعملها هنا وهكذا. مش محتاج ان انا اعمل كول للفانكشن بايدي جوه كل راوت موجود عندي. وازاي باختصار ان الميدل وير هيساعدني ان انا احسن من الكود بتاعي، لان انا بكتب الحاجة في مكان واحد واعرفها جوه الاكسبريس اب بتاعي في مكان واحد، وبعد كده هو اللي هينادي على الفانكشن دي كل مرة اي راوت من الراوتس هتتنادى. طب احنا ممكن نجرب الموضوع كده ده مع بعض. فنيجي هنا نستخدم الكوماند بتاعنا بتاع development npm run dev، وده اللي هيستعمل النودمون. وبعد كده ممكن نروح لبوستمان، وهنا جوه بوستمان هننادي على البوست يو ار ال بتاعنا، وبعد كده نرجع تاني للفيجوال كود نبص على اللوج. هنلاقي هنا ان هو بيعمل request URL و ال URL بتاعنا اللي هو هيبقى في الحالة دي سلاش
لان ده البيس يو ار ال. ولو جربنا ان احنا نجرب حاجة تانية غير ده، ممكن نعمل مثلا الجيت ريكوست، فنرجع تاني البوستمان واغير الجيت لبوست، سوري البوست لجيت، وبعد كده هنا اباس النيم ونعمل console.log، هنلاقي الريسبونس بتاعنا اللي احنا كنا متفقين عليه. ونفس الكلام هنلاقي ان لو رجعنا للفيجوال كود اللوجر بيتعمل له لوج هنا. ده كان سريعا كده ايه هو الميدل وير وازاي نعرف الميدل وير بتاعنا احنا. واللي هنتكلم فيه دلوقتي هو ازاي ان احنا نستقبل النوع من انواع الداتا اللي هو الريكوست بودي. طيب لو جينا هنا بصينا على الفانكشن اللي هي البوست، هنلاقي ان انا عندي هنا الريكوست دوت بودي بترجع، وبعد كده كنا بنعملها console log، ولو بصينا هنا هنلاقي ان هي راجعه undefined. علشان اقدر استخدم الريكوست دوت بودي في ميدل وير جميل جدا موجود في اكسبريس، هو اسمه البودي بارسر ميدل وير. وبكل اختصار او بكل بساطه فكره البودي بارسر ان هو بيهندل لي الداتا اللي جايه لي في البوست، وبيخليها لي available ان انا اقدر، او بيخليها لي موجوده في الريكوست دوت بودي واقدر استعملها. وعلشان نقدر نعمل install لل body parser، كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا هنعمل npm install -save علشان نستخدم الباكج دي، وبعد كده نعمل ال npm run dev تاني. وعلشان تتعرف هنعمل هنا body parser ونعمل له require ك package موجودة عندنا، وبعد كده نفس الكلام هنيجي هنا ونعمل app to use البودي بارسر، وهنستخدم البارسر بتاع الجيسون. وزي ما شفنا كده ان السيرفر اتعمل له ريستارت. ولو جينا هنا ندينا على الاب دوت بوست، المفروض دلوقتي ان الكونسول دوت لوج هنا ممكن نزود جزئية كده عشان نعرفه البودي المفروض يبقى موجود فيه الداتا اللي احنا هنبعتها. فلو رحنا كده بسرعة البوستمان وغيرنا الريكوست دي من get لبوست، مش محتاجين الكوري بارامتر، وبعد كده هنا نقدر نبعت البودي بتاعنا ونجرب ان احنا نبعت name نفس الكلام وبعد كده نبعته. لو رحنا بصينا على الفيجوال كود هنلاقي ان احنا عندنا البودي والموجود جواه هو النيم، وبعد كده ممكن نزود كمان حاجة تانية. فلو رجعنا تاني البوستمان نقدر مثلا نزود attribute تاني اسمه age ونقول مثلا 50 ونبعته تاني، ونيجي هنا نلاقي ان هو في بوستمان استقبله وبقى عندي هنا النيم احمد والايج 50. ده كده فتح لي ابواب كتيرة جدا، لان انا بس مش مجرد ان انا اقدر استقبل الداتا من الراوت بتاعي في هيئة كوري بارامتر، هنا هقدر ابعت complex objects، والاوبجكت يبقى معقد. يعني ممكن ابعت معلومات كتيرة جدا، اسم، ايميل، وحاجات اكتر وحاجات اكتر كمان، لان انا البودي ما بيعمليش ليميت للحجم بتاع البيلود. اقدر ابعت داتا زي ما انا عايز ومش هبقى مقيد بالحجم. وكمان شكل اليو ار ال بتاعي هيبقى بسيط لان هو مش بيتبعت في اليو ار ال، وكمان هيغنيني عن المشاكل كتيرة اللي بتبقى موجودة في الانكودنج بتاع اليو ار ال، ودي حاجة ممكن نتكلم فيها برضو قدام. ده كده كان سريعا ازاي نقدر نستخدم الميدل وير، وازاي ان احنا عرفنا الميدل وير بتاعنا، وازاي استخدمنا البودي بارسر، واستخدمنا البودي بارسر مع اكسبريس عشان خاطر نستقبل البوست ريكوست ويبقى فيها داتا نقدر ناخدها في السيرفر سايد، وبعد كده نقدر نعمل بيها حاجات تانية كتير. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى بيتكلم على هنبتدي نعمل ميني ابلكيشن. الميني ابلكيشن ده هتبقى فكرته ان احنا هيبقى فيه نوتس، والنوتس هنعمل لنا 4 ميثودز للنوتس. واحدة بتعمل واحدة بتضيف نوت، واحدة بتعدل على النوت، واحدة بتعمل ديليت للنوت، وواحدة بتجيب النوتس كلها.
وازاي هنشوف ازاي هنقدر نستخدمهم ونسيف الداتا دي عندنا، ونشوف ايه الانواع ان احنا نقدر نستخدم فيها نسيف فيها الداتا، ومميزات كل واحدة وعيوبها. ان شاء الله الفيديو يبقى مفيد، واشوفكم على خير. مع السلامة.